انا زي ما بقول لك العيب ده متكرر في المروحه دي، ان العنصر الالكتروني اللي هنشوفه دلوقتي هو السبب في فصل الباور ده تمام. تحياتي للجميع. المروحه التورنيدو دي فيها مشكله متكرره كتير، وهي انها بتفصل باور تماما ومش بتستجيب لاي حاجه. انا كنت في الورشه عند صديقي اللي بصور لك عنده دايما ده، فقال لي على المروحه دي وقال لي ان هي فيها مشكله، وهو مش بيحب يتعامل مع البوردات قوي. فاخدت المروحه وهتجه على بيتي على ترابيزه الاجتماعات. يلا بينا نشوف هنحل المشكله دي ازاي بمنتهى السهوله والبساطه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. هبتدي افك الظهر بتاعها، بيبقى موجود زي 6 مسامير كده. هبدا افك المسامير ونشوف بقى ايه الدنيا اللي ورا. بفك الكفر، بلاقي البوردة الإلكترونية، وهي مش بوردة واحدة، هما 2 بوردة أو 2 كارتة. كارتة باور، بص كده، دي كارتة الباور ودي كارتة الداتا اللي هي بتوزع الأوامر على الموتور إنه يلف ويشتغل، والتايمر والكلام ده كله يعني. بلاقي إن في فيوز في كارتة الداتا وفي فيرستور. تعالى تاني أفهمك أكتر. كابل الكهرباء داخل أهو، 220 فولت، داخل باللونين الأزرق والبني. الطرف الأزرق داخل على الفيوز، بص كده، الطرف الأزرق أهو داخل على الفيوز ومنه على الفيرستور، والطرف البني داخل على الطرف التاني من الفيرستور على طول. الفيرستور ده فايدته الحماية من الجهد العالي. بعد الفيرستور بيدخل على المكثف الأصفر ده، ومن المكثف يطلع منه ادي بالطرفين الأحمر والأسود، بيطلع على كارتة الباور. ومن كارتة الباور بقى يطلع الكابلين الأسود والأحمر دول بالفولت المطلوب على كارتة الداتا علشان هي تبدأ تشتغل وتوجه الموتور. طيب أنا هبتدي أفك كارتة الباور كده عشان نتعامل معاها. أنا زي ما بقولك العيب ده متكرر في المروحة دي 3 مرة تحصل معايا في المروحة، إن العنصر الإلكتروني اللي هنشوفه دلوقتي هو السبب في فصل الباور ده تماما. ادي كارتة الباور داخل عليها الكابلين الأحمر والأسود اللي جايين من ورا المكثف الأصفر، داخلين على مجموعة ديودات اللي هي بتقوم بتوحيد التيار، وبعدين بتروح على المكثف، ومن المكثف على ايسيل باور، ومن ايسيل باور بقى بتروح على الشوبر، ومن الشوبر يبدا يطلع الفولت بتاعنا. احنا بعد كده ممكن نتكلم بالتفصيل عن كارتة الباور دي ازاي شغاله. لو انت عندك رغبه او انترست في الموضوع قول لي على الموضوع ده. طيب بتطلع بقى التيار من الشوبر على المكثف وعلى الدايود ده. خلي بالك بقى من الدايود ده. فهجيب الافو على وضع الدايود. هو انا المفروض بختبر البورده كلها، بس انا هنا بجيب لك من الاخر يعني، لان العنصر ده لثالث مره اكتشف تلفه وهو بيكون السبب في الموضوع. بص انا بختبر الدايود هنا، لقيت ان عليه قفله بالفعل. الموضوع ده متكرر تقريبا علشان الامبير بيكون عالي على الدايود ده، وهو عموما الدايود ده 2 امبير على فكره، يعني ما ينفعش احط اقل من كده، بس لو انت عرفت تحط اعلى من كده يا ريت. فجبت المساكه العجيبه بتاعتي وهسخن بقى على الدايود واشفط القصدير بالشفاطه كده علشان ابتدي اشيل الموحد ده او الدايود ده. زي ما بقول لك العيب ده متكرر، والمفروض ان انا بكشف على البورده كلها، سواء البورده بتاعت الباور او بورده الداتا، بس انا هنا بجيب لك من الاخر لان العيب ده حصل معايا كذا مره. عشان ما تضيعش وقت يعني ادخل على الدايود ده على طول. غالبا في المروحه دي هتلاقيه هو اللي تالف. ما كانش هو اللي تالف ابتدي اكتشف على البورده بقى، واحنا ان شاء الله في المرات الجايه هنتكلم بالتفصيل عن بورده الباور دي وازاي شغاله. بص بقى انا جبت هنا الدايود الجديد اهو وبحطه في الانحياز. شايف الانحياز بتاع الدايود؟ شايف الشرطه البيضاء موجوده فين؟ موجوده هناك، يعني بيقول لي حط الدايود في الاتجاه ده. هتلاقي الدايود عندك فيه شرطه بيضاء، يعني تحط الدايود في اتجاه الانحياز الامامي بتاعه. هبتدي اركب الدايود مكانه، بدخله في الثقبين بتوعه كده، وبعدين بلحم عليه. لحمت كده على الدايود وبشيل الزيادات بقصافة أو حاجة، والدايود ركب مكانه. طيب خليني قبل ما أقفل المروحة تعالى كده نجرب الدنيا دي. هوصل كهرباء، اهو كده البوردة الحمد لله اشتغلت، الشاشة اشتغلت، والمروحة شغالة. كل ده علشان عنصر الدايود ده اللي كان فيه قفلة. الدايود ده ما يجيش ب2 جنيه حتى يعني، ومع ذلك هو في فنيين كتير ما بتعرفش تتعامل قوي مع البوردة الإلكترونية، فبتعمل حركة كده وهي انها تلغي البوردة تماما وتقول لك انا هعمله لك مفتاح عادي ويلغي لك بقى كل الاوبشنز دي.
فانا حبيت اقولك انه العيب بيبقى احيانا عيب بسيط. انا هنا ببتدي اركب كارتة الباور زي ما كانت عشان هبتدي اقفل المروحة. انا عايز اقولك بس ان لو عندك اي استفسار او اي حاجة يفضل ان انت تكتبها في كومنت. طبعا شكرا ليك لو انت بعتلي على الفيسبوك او على اي حاجة، انا بيشرفني جدا صداقتك، ولكن لو عندك استفسار يكون امام الناس علشان الكل يستفيد، وهو ده حق الجميع عليك يعني. وانت عارف ان انت لما بتدخل اي فيديو بتدخل بتبص على الكومنتات على طول عشان تستفيد. انا هنا قفلت المروحة وبجربها تاني شغالة اهي وتمام، والعيب اتعالج بمنتهى السهولة معانا. فلو استفدت مني حاجة يا ريت أرجوك تدعي ليا وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.